السلام عليكم، حياكم الله في هذا الفيديو ودولة جديدة من دول بريطانيا، ويلز، وبالتحديد في كارديف سيتي. طبعا اليوم ان شاء الله بنراويكم بعض المعالم السياحية الموجودة في كارديف. حاليا نحن في كارديف، وصلنا الكاستل، ما ادري شو اسم الكاستل لكن بنروح نقرا عن الكاستل ان شاء الله. عبد الله، حبيبي، كيف امورك؟ وانت في ويلز؟ انا مرة مستمتع مستمتع؟ جدا. وهذا الولد حبيب الجو مرة نسناسي. طبعا اول محطة ان شاء الله في ويلز هذه القلعة التاريخية العملاقة، يعني من شكلها باين انها عمرها مال 1000 سنة. بالراحة. اوه، مكتوب مرحبا بعدها بالعربي. شوف شكل عندهم احتفالية، كي احتفالية وبيوميتنا تشاردوا كيف روحوا. عم بروح بياهم بعد. قاسم مستمتع بالاجواء. هذه شكل هذه حديقة القلعة، وهذيك القلعة فوق هناك، وهني بعد نفس الشيء مباني ما نعرف من ويش. اخبرك بان اكتشفهن. بدايتها كانت من تاريخ 50 ميلادي تقريبا. 50 ميلادي؟ ايوه، في اثار موجوده من 50 ميلادي. كل ما حاكم يرمم ويزيد، يرمم ويزيد، لما صارت بهذا الشكل. يا سلام، لكن شكل اليوم يوم عائلي عندهم. شوف هذا البواب اللي وراي، اللي شاف منكم مسلسل ذا لاست كينجدوم نفس الشيء بالضبط. شوف طراز جميل. هذا جارث بيل يقول لك تشوز انت ريبريزنت كيمرو ات ويفا يورو. شوف هذا تقدير لجارث بيل، لكن المفروض سوى له تمثال هني. طبعا القلعه فيها مثل المعرض. شوف هذا السهم لكنه قلم جميل، يعني مناسب هالمكان هذا، قلعه ما قلعه. وهذه اشياء تذكاريه تعلقها في الثلاجه. خلينا في شيء. عبد الله شكلك نويت تاخذ. في شاور بين هالتنتين ها، فاكثر شيء باخذ هذا. حلو. ايش هذه؟ هذه كيف؟ المهم ما لهم. يا اخي والله ويلز جميلة جدا، ما اعرف حبيت الاجواء، الانطباع جميل جدا. طبعا احنا طالعين تو من القلعة ومتجهين الى ملعب كارديف، ملعب الألفية اللي ريال مدريد ويوفنتوس لاقوا فيه وفاز ريال مدريد 4-1. لكن الشباب انا صراحة عن نفسي ما اعرفهم وين. اوه عبد الله حصلنا. هلا حياك عبد الله. وين صرت والله اسولف مع الناس كذي. كيف كان؟ وش كيف كان؟ باجي والله. وين الشعب؟ كل واحد مضيع، كل واحد صوب. نعم. اوه اخيرا. زعيم، حيك العود. شكلك عيبتك المنطقة. ها ويا الصور. كل منطقة لها أجواء معينة. والله جميلة كارديف صراحة، جميلة جدا. قاسم كيف امورك؟ روعة بصراحة. غيبناكم يا ابوك ولا كله تصوير؟ لا ذكريات؟ انتم تمشوا بسرعة. نمشي بسرعة؟ ما تحبوا تستمتعوا. لازم تغيبونا ونغيبكم في هذه الأجواء. يا سلام صراحة. مرة بعد مرة والله أجواء ولا غلطة. عشاق ريال مدريد خصوصا عام 2017 نهائي كأس أبطال أوروبا بين ريال مدريد ويوفنتوس، أقيم في هذا الملعب. ريال مدريد فاز 4-1 على اليوفي، هدفين رونالدو وهدف كاسيميرو وهدف اسينسيو. اللي يتذكر لما يتذكر بنذكرها الحين بالفيديوهات، بنزل لكم الفيديوهات الحين. شباب طبعا اللي عندي كني جايبهم بالغصب. لا يدري وين اللقطة. زعيم الباترون عافية. هذا الملعب شوف هذا الملعب الله يسلمك، هذا أقيم فيه أجمل نهائي لدوري أبطال أوروبا. وإيش يصير لك وش دوري أبطال أوروبا أنت؟ أقول لك هذا يسأل عن الحواليس، عن ما أدري، عن كرة قدم. لكن أنت أمورك طيبة، متداكي على هذا وراك النهر هذا خلاص. لكن قاسم الوضع مختلف عندي أنا. ملك أنت كيف ما حد ما يتذكر هذيك المباراة. الله أكبر. أقول بخصوص المباراة اللي تتكلموا عنها، ذاك الزمان الهوم كان يبيع ولا ما كان؟ كان ما مشهور بعد. كان بعد ما مشهور لكنه كان يبيع. خلاص. سلام. الحين بنروح من ذاك الصوب براويكم الملعب الإطلالة من الخلف. شوف يا جماعة الخير، هذا الملعب والله أسطوري وعلى النهر. يا إلهي الله أعيش لحظات تاريخية يعني. هذا نهائي كارديف. والمحطة اللي بعدها هي قلعة كارفولي. هذه القلعة أسطورية جميلة جدا صراحة، يعني ما أعرف هل أنتم تشوفوها مثل ما نحن نشوفها، ما أعرف، لكن شيء جميل جدا. نروح عندها الحين بنصور بعض المناطق فيها. الزعيم على طول ياخذ له لقطات تذكارية على القلعة. شوف كيف أكيد قلعة جميلة، قلعة جميلة.
ما اعرف اذا تبين مني. المهم بنروح من داخل الحين. طبعا هني في مجسم، طبعا هذا الحصن اللي هو هذا زين، هذا الحصن وهذه القلعة خلف بنشوفها الحين. بس شوف مجسم جميل جدا بصراحة. طبعا من ضمن الاشياء المشهورة فيها القلعة هذاك البرج المائل، تحسه جاي كذي على صوب. شوف اللي متابع مسلسل ذا لاست كينجدوم بيستشعر نفس هذه اللحظة. هذه البوابة الحين براويك لحظة. شوف هذه البوابة، يوه نفسها تقريبا يا اخي، نفس وحدة من القلاعة. ما شبنا افا الساعة 5. يوه الساعة 5 على حضنه. على حظنا انا الهليكوبتر. والله شوف كيف. للأسف الشديد القلعة طبعا مبنده، ولا هي قلعة بالنسبة لي أنا مستمتع يا أخي بالأجواء. شوفوا هذاك هو ذاك اللي أخبركم عنه المائل كذي، لكن للأسف الشديد ما بنقدر نشوف القلعة من الداخل، ما نعرف تواقيتهم يا أخي، بندت مكان غيره. وصلنا أجمل مكان في ويلز، مراعي خرفان حوالينا، وسبحان الله هنا بالصدفة في مكان للتخييم. راويكم الحين هذا المكان الجميل. طبعا احنا جايين من هذا الدرب زين، كانوا شوفني الخرفان زين. اول ما وصلنا هني شوف حصلنا هذه البوابة وهني مدخل. فكرنا اول شيء ممنوع الدخول، ولكن لا، طلع لنا ويش يقول لك بليز بي شور تو كلوز ذا جيت بيهايند يو. الحين دخلنا لازم تسكر هذه البوابة. بس شوف شباب راحوا، الحين بسكر هذه البوابة، بس مجرد انك تصكها خلاص سكر البوابة وانطلق. مكان جميل. شوف يا جماعة الخير، شوف عدالك النهر والخضرة من كل مكان، شيء خرافي، شيء جميل والله ممتاز. والله طبيعة ساحرة. انا نفسيا منبهر من اللي اشوفه والله. شوف الكاميرا هذه بندت خلاص لكن بالتليفون، التليفون يؤدي الغرض. شيء جميل يا اخي. شوف المكان، شيء خيالي والله، شيء خيالي. اهلا صديقي، كيف الحال؟ والله الحمد لله بخير. من اسمك؟ تامر من السعودية صح؟ ايه ما شاء الله. واي منطقة في السعودية؟ من المدينة المنورة. ما شاء الله. مستمتعين بالمكان؟ والله الحمد لله مستمتعين. كيف مكتوب يا سلام عليك، المكان يفتح النفس صح؟ اي والله. يعطيك العافية، يعطيك العافية. كفك والله مرتاحات، امورهم طيبة. شيء عجيب. شوف اذا بغيت تيه هني لازم تقفز من هذا. لازم لا ضبط امورك، لازم تعفز من فوقه. ها هو وبيقلعها ها. كفو الباترون، كفو. هي راع نخيل. اجمل الصدف اللي صارت في هذا اليوم. شوف يا جماعة هذا المنظر الجميل، بحيرة في وسط الجبال. يعني هناك قدامنا، هناك شوف، هناك مفروض تحت نزلة نحن جايين منها، وهني شوف كيف هذه البحيرة حصلناها. يا قاسم، الشلالات اللي هناك هذه المسافة. ايه صح. ونختم رحلة ويلز من هذا المكان الجميل. ان شاء الله نشوفكم في اماكن ثانية من هذه السفرة. مع السلامة.